طلبوا فعل كل الجرائم حاملين لها الحوثة. قاموا بالضرب ونهب الناس من بيوتهم، إلى فيه إنسان تاجر من شان ياخذوا منه فلوس يقولوا يلا تقوم معانا ولا قتلناك، إلى ما رضي يشلون بين زوجته وأولاده وأخوه، زي ما الشيخ عبد الله الجحالي اختفى له لمدة 3 أشهر، أخوه صالح الجحالي، وحاربوه وقتلوه ونهبوا ممتلكاته، زي ما الشيخ محمد سعيد مقدع، زي ما ابن قياش. كم من يا ناس وكم، لو أحسب لك يعني نجلس نحسب لمدة أسبوع كم يا ناس اللي أخذوهم. الصعيد اللي في الصعيد كم من واحد أخذوه، ليش؟ علشان يلا ما لما يقوم معاهم يقوموا ضد أمريكا وإسرائيل. ما هم حسين بدر الدين وعبد الملك الحوثي هم قتلوا زوجي، شلوا أولادي، يدخلون نام داخل البيوت، يلا ما تجوا النساء يطلعوا يخبزوا لهم في النقعة، ولا الزواجنا يروحوا يحاربوا معاهم، ولا خرجوه البندق على رقبه. المرأة يشلوها وينتفوا أظافيرها ويهينوها ويبهدلوها ويهينوا كرامتها. ليش؟ إنها بتمشي حتى بالبرقع. احنا نطلب من الدول العربية والإسلامية والعالمية ومن قائدنا ورئيسنا علي عبد الله الصالح انه يسابق بانهاء القضاء على دول المجرمين اللي اتعبونا وهانونا وبهدلونا. ولا عمري 30 سنه ما شفت زي ذا رمضاني حصل لي. اولادي بيصطبحوا على قصعه فول ويتعشوا مثل ما الناس، والسبب من؟ حسين بدر الدين وعبد الملك الحوثي وانصارهم. الله لا يوفقهم ولا يعينهم ولا ينفعهم، ويعين علي عبد الله الصالح ويوفقه، ونفتيه بروحنا وبأولادنا، ونتمنى انه يطلب ان حتى النساء انها تروح تجاهد مع رئيسنا، وان احنا مستعدين نجاهد بارواحنا. هدموا بيوتهم وشمتوا بحالاتنا، يعني ناس اشياء وايد، ناس كثير. الجحالي كلهم فقد 26 طفل و4 نساء. مرة اسماعيل مختفي مفتي الوصعده ما قال قضاها الا من تحت راس الحوثة، يوم ما كانوا يضربوا للطلح للمعارض. خل ما عدة الاشخاص الذي سووها المجرمين. ونطالب الدولة والشعب اليمني والعربي والعالمي والعالم جمعه ان يخلصونا وينقذونا من ذول المجرمين الحوثة.